السلام عليكم. تقرير اليوم عبارة عن متابعة لعنز في مراحي، ما شاء الله تبارك الله، وصل إنتاجها وإنتاج بناتها خلال 2.5 إلى 15 راس. راح أعرض لكم مراحل إنتاج العنز كاملة، وأذكر المربين بمجموعة نقاط: ضرورة استشعار نعمة البركة في الحلال، وأهمية نسبة المتاومة العالية والدورات الإنتاجية القصيرة في تأسيس المراح وفي زيادة عدد الحلال. العنز هذه شريتها بتاريخ 3/11/2021، وكان معها تيس، وبدأت تنتج عندي من ذاك الوقت إلى الحين مستمرة بالإنتاج. العنز هذه ما شاء الله تبارك الله فيها بركة. البركة إن حلت في قليل كثر، وإن حلت في كثير نفع. فممكن تكون بركة العنز هذه بدعوة صادقة من الشخص اللي اشتريتها منه. فنصيحتي لكل مربي: إذا بعت شيء من حلالك ادع لأخوك المسلم بالبركة، فيبارك الله في حلالك وفي حلاله. وبعد 6 شهور من شراء العنز أنتجت أول مرة عندي وجابت جفرتين. فعشان مواصفات العنز ممتازة، فيها حليب وفيها نسبة متاومة، قررت أني ما أبيع بناتها. يعني كل مرة تلد وتجيب بجفار راح أمسكهن وأعزز المراح فيهن. فأول جفرتين مسكتهن وبدأ ينتجن، وما شاء الله تبارك الله إلى الحين منتجات. بعد 6 شهور بالضبط من الإنتاج الأول أنتجت ثاني مرة وجابت جفرتين بعد. وهذه من فائدة الدورة الإنتاجية قصيرة والبركة، ما شاء الله أن العنز تتون في مرتين وتجيب جفار في كل المرات. في الإنتاج الثالث للعنز تأخرت، ما حققت دورة إنتاجية قصيرة، أخذت تقريبا 1 سنة وشهر، وبعدين أنتجت وجابت توم. جابت المرة هذه جفرة وتيس. فصار مجموع إنتاج العنز اللهم لك الحمد 6 روس. أنتجت 3 مرات، في كل مرة متاومة. المرة الأولى جابت جفرتين، المرة الثانية جابت جفرتين، المرة الثالثة جابت جفرة وتيس. فصار مجموع إنتاج العنز 6 روس، 5 جفار وتيس. وبعد ما خلصنا من إنتاج الأم، خلونا نتابع إنتاج بنات العنز. العنز عندها 4 بنات منتجة، خلونا نرقمها من 1 ل4. العنز رقم 1 أول إنتاج لها بعمر سنة، ب21/6/2023 جابت جفرتين، وخذت مواصفات أمها أنها تجيب توم وجفار. وبعد 6 شهور من إنتاجها الأول، يعني ب10/1/2024 جابت أيضا توم، حققت دورة إنتاجية قصيرة. فصار مجموع إنتاج البنت الأولى العنز رقم 1 4. العنز رقم 2 تنتج مع أختها بعمر سنة، جابت الإنتاج الأول جابت 1 جفرة، والإنتاج الثاني ب11/1/2024 جابت جفرة وتيس. وبكذا صار إنتاج بناتها الأول 3 جفار، وبعد قررت إني أمسكهم. فإنتاجهم إنتاج بناتها 1 و2 جابوا 3 جفار في الإنتاج الأول، وجفرتين وتيسين بالإنتاج الثاني. فأي جفرة بعد راح أمسكها وما راح أبيعها. وبنات العنز الثانيات أنتجن عندي مرة واحدة إلى تاريخ تصوير المقطع ذا. رقم 3 أنتجت بتاريخ 5/1/2024 وجابت تيسين. وتومتها أنتجت ب10/3/2024 اللي عنز رقم 4 وجابت جفرة. فصار مجموع إنتاجهن تيسين وجفرة، اللهم بارك. في النهاية أنا عرضت التجربة هذه، وأنا متأكد أن كثير من المربين عندهم أفضل من التجربة هذه، لكن حبيت أقول للي ناوي يدخل المجال أنك ما تحتاج رأس مال واجد عشان تدخل مجال الحلال. ممكن تأسس مراح كامل بأقل التكاليف. فاللهم لك الحمد، عنز وحدة وصل إنتاجها خلال 2.5 إلى 15 راس. في الدورة الإنتاجية الجاية عدد المعزل اللي منتجة من بنات من العنز وبناتها عددهم 8. ولو قلنا نسبة المتاومة عالية أو نسبة المتاومة 100%، راح يرتفع العدد ويزود 15
ال15 راس الموجودة هذه تزود وتصل 30 بعد 6 شهور. فكذا تجي فائدة نسبة المتاومة العالية والدورة الإنتاجية القصيرة. فدائما نصيحة لكل مربي، إذا عندك عنز تتوم حافظ عليها وحافظ على إنتاجها عشان تكسب الصفة الوراثية ويصير حلالك كله متوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق.